بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا دلوقتي مع الدرس السابع من دورة فوتوشوب CS5. درس النهاردة بنتكلم عن الانيميشن. درس بسيط هنقسمه لجزئين. الجزء الاول هنعمل فيه شكل، والجزء التاني هنعمل فيه شكل تاني، ولكن هي دروس مستوى اول يعني. والنهاردة هنعمل تأثير اللمعة المتحركة. نعمل فايل ونيو، ومثلا جرافيك اكاديمي مثلا، او اكاديمية الجرافيك، اسم الملف، و500 في 200 بكسل. نعمل اوكي. وهنختار مثلا اللون ده مثلا، ونعمل بيه الخلفية اللي معانا، ونختار نكتب اي كلمة. مثلا هنكتب ايه؟ نكتب هوصل لك. طبعا نختار الخط واللون نخليه اسود. نغير طبعا بقى الخط بتاعنا. وليكن مثلا ده. هنقف بقى هنقف على كلمة هوصلك هنا، وهنعمل لير جديد بحيث ان هو يبقى بين طبقتين الكتابة زي ما احنا شايفينه كده. وهنفتح من القائمة هنا كده الانيميشن، تظهر معانا بالشكل ده. نضغط على convert to frame عشان يجيب لنا الشكل ده اللي احنا عايزينه. ونروح على التدرج، نخلي اللون بتاعنا ابيض، ونختار الأداة دي، ونختار طبعا اللون الأبيض بتاعنا ده. ومثلا ليكن هنعمل التدرج بتاعنا كده مثلا.
هنضغط كليك يمين على اللاير بتاع الجريدينت، وبعدين create clipping mask. هنخلي ده نو ديل عشان كله يبقى كده، و forever once تبقى forever. وبعدين نمشي التدرج اللي احنا عملناه لحد اخر الكلمة. ومثلا نجرب نعمل ليرات جديدة، اسف عدد من الليرات اللي هو عشان التحرك بتاعه. هنجرب مثلا نعمل 25 لاير. ده حاجة اسمها توين زي دبليكيت كده لللاير، يعني بحيث ان هو يفضل شغال حسب عشان سرعة اللاير تبقى شغالة ازاي. نختار مثلا ال25 دول ونجرب كده. طيب edit step backward، نضغط هنا تاني ونخليهم 35 ونجرب نشغل. تمام. وأنا عشان نسيفه نعمل سيف فور ويب عشان يشتغل GIF، عشان نفضل لما نسيفه اللمعة شغالة. هنعمل سيف وتحت أكاديمية الجرافيك ونحطه على الديسكتوب، مفيش مشكلة. اوكي، وتعالوا نجيبه على الديسكتوب ونجرب. ليه شغال معانا زي ما احنا شايفين كده. ده كده كان الجزء الأول من الدرس السابع. ألقاكم إن شاء الله مع الجزء الثاني.